انا دلوقتي بقالي كذا سنه في العلاقه اللي انا فيها، وحاسه ان هو ما بقاش يحبني او عينه ممكن تروح لواحده تانية. وبقيت اساله او بكلمه بقى يقولي انتي زنانه، مع ان زمان كان بيموت فيا وزمان هو اللي جري ورايا وعمل حاجات كتيره قوي. منين اعرف هو لسه بيحبني او لا؟ بصي، الشخص اللي بيكون معاكي ده وبقالكوا سنين في العلاقة بيبقى عارف ومتأكد كويس قوي انتي دماغك عاملة ازاي، نقط ضعفك، تفكيرك، انتي مليتي، زهقتي دلوقتي، متعلقة بيه قوي، خايفة ان هو يروح لحد تاني، كل الكلام ده. طيب انا هعمل 3 حاجات علشان اعرف الشخص ده بيحبني او لا. 1، ان اي حاجة انا بعملها، مثلا لو انا بعمل morning text مثلا صباح الخير، تصبح على خير، انا هبطل اعملها، هبطل خالص، علشان اشوف ردة فعله ايه، لاني بطلت اعملها. ودي كانت من الاساسيات او من البديهيات اللي احنا المفروض بنعملها. وظيفتي مش ان انا اتقل في النقطة دي خالص، وظيفتي ان انا ببطل اعمل حاجة علشان اشوف ردة فعله بتكون ايه. بدام انا عمالة اعمل حاجات بنفس طريقتي، لو غيرت الطريقة النتيجة هتتغير. طب تاني نقطة، ان انا اديله السبيس بتاعته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عنده صحابه، عنده اهله، تجارته مع ربنا، عنده قعدته مع نفسه. انا ما بقتش اللي هو ايه، لا انا يعني ايه، انا عايزه كل حاجه بتاعتي، او ان انا مركزه معاه تو ماتش في حاجاته. لا خالص، انا بسيبه وبديله السبيس بتاعته. في نفس الوقت ماشي حاضر، ودي مش طريقتي اصلا، او مش طريقتي ان انا هاديه، لا بديله السبيس بتاعته، وان انا عندي ثقه ان الانسان ده بتاعي. 3 نقطه، دي اخر نقطه واهم نقطه انا بشوفها، وانه انا لازم اعرفه ان انا ليا حياتي. يعني انا بدأت اركز في احلامي، بدأت اركز في طموحاتي، بدأت اعمل اكتيفيتيز مختلفة، بدأت اعمل حاجات اهتم بانا، مش انت بس كان كل الحمل عليك انت بس، لا انا ليا جزء. هنا الحتة دي بتفتح جزئية مختلفة في العلاقة، بمعنى ان لو في ملل اصلا، احنا ملينا من بعض ومفيش حاجة نتكلم فيها، لا هيبقى في حاجة، لان انا عندي احلام واهداف عايزة احققها، فبشير معاك الحاجات اللي انا عملتها. حجزت في دبلومة، نزلت اتعلم يوجا، عملت حاجات مختلفة كتير، فبالتالي ده بيفتح مجال. ده غير كده عشان اكسر الملل في العلاقة وهي في نفس النقطة، ان انا مثلا ببعت له صوره قديمه لينا، ببعت له مثلا كوميك بوست مثلا بيفكرني بيك، حاجات بفتح بيها. فاكر الاغنيه دي؟ فاكر لما كنا مش عارفه فين بنعمل ايه وسمعناها سوا؟ بجد اليوم ده حلو قوي، مش عارف اليوم ده انا كنت بعمل فيه ايه. في حاجات كده بتتفتح. فتالت نقطه دي انا بشوفها مهمه، وان انت مش حاطه كل العلاقه عليه او كل تركيزك معاه، لا انت بتديله السبيس. وفي نفس الوقت انا بدات ابص لانا، لا انا عامله ازاي، انا محتاجه ايه اللي محتاجه اطوره في حياتي. احنا عندنا قدرات، وممكن انت يكون شخص عندك قدرات وامكانيات حلوه جدا لكن مش بتستخدميها ومنيماها ومركزه معاه هو. فبدات ان انت ترتبي ان انا عايزه احقق حاجات، وان انا بدات اشاركك. هيقولك برافو تمام، هيبدا يحسسك ان هو مش فارق معاه. بس لما يلاقيكي بجد بداتي تعملي حاجه بجد فعلا ونزلت لارض الواقع، هيبدا ان هو هتاخدي الاتنشن بتاعه كده، هيبدا يركز معاكي. انا حابه بس اقول حاجه على اول نقطه خالص، لاني ممكن اكون انجزتها، فهقول فيها تفصيله صغيره. حته المورنينج تكست او تصبح على خير او الكلام ده كله، انا بيه قصدي ان انا ادي حبه اهمال، مش اهتمام كامل للعلاقه. يعني بدي اهتمام صغير قوي بس الاهمال بيبقى اكبر، لان انا بخلي الاتنشن يتشد. دي متغيره، دي غريبه، دي ما قالتليش صباح الخير، دي ما سالتش عليا. الجزء ده بيخلي فيه يعني اتنشن من الشخص اللي قدامك، ان هو يعرف هو انت فيك ايه. 3 نقط دول مهمين قوي. لو بجد عملتيهم واكتشفتي عكس ده، فاعرفي ان الشخص ده في حد تاني في حياته، او بدأ ان هو فعلا يمل، او مرحلة الاكسبلوريشن انه في فجوة ما بينكم، او ان انتم مختلفين في حاجات. لو ال3 نقط دول انتي عملتيهم والعلاقة بدأت تبقى احسن، اعرفي ان انتي كل فترة محتاجة تعمليهم. بس كده.